انا عارفه ان كلنا بنعرف نعملها، اكله كلنا بنحبها وبتشرفنا دايما في العزومات، برام الرز باللحمه. بس تعالي بقى اقولك على اسهل واسرع طريقه تخليها اطعم واجمل بكتير، والرز بيبقى بيلمع ومفرفر وطعمه يجنن معاكي. ولو اول مره تعمليها هتظبط معاكي ومش هتعمليها غير بالطريقه دي بعد كده. بس في الاول كده صلي على النبي واعملي متابعه للصفحه وشير ولايك للبوست، ولو اول مره تتابعيني تابعي الفيديو للاخر وبسم الله. هنجيب حله ونحط فيها نفس كميه الرز اللي هي حوالي كيلو رز او 4 كوبايات رز، هنحط فيهم بنفس المقدار ميه ولبن، يعني بمقدار حوالي التلت للتلتين. يعني هنا عشان 4 كوبايات رز هحط عليهم حوالي كوبايه ونص لبن وحوالي كوبايتين ونص ميه، وعليهم معلقه ملح ومعلقه سمنه او معلقتين سمنه بلدي بس كبيره، ومعلقه فلفل اسمر وحوالي 5 معالق زيت. انا هنا حطيت الزيت من غير مقدار، بس يعني هما في حدود حوالي 5 معالق، وهنرفعها على النار لغايه ما تغلي. بعد كده الكميه دي ممكن انا احطها كلها في برام واحد كبير او نوزعها على برامين. انا هنا وزعتها على برامين عشان كل ما كان البرام اصغر الرز بيطيب اسرع. هندهن البرام بالسمنه كويس، وبعد كده والجناب طبعا هندهنها كويس، وبعد كده هنبدا نحط اللحمه. انا هنا سلقت اللحمه شويه، ممكن لو اللحمه قطعتها كويسه وبتطيب بسرعه ممكن تحطيها من غير ما تتسلق، بس الاحسن يعني تاخد نص سلقه عشان تكون طيبه ودايبه كويس معاكي. بعد كده بقى اجيب بقى الرز اللي هو حوالي كيلو رز او 4 كوبايات مغسولين كويس، ونحط عليهم معلقه سمنه ونقلبها كويس. الافضل طبعا ان احنا نحط قشطه، بس انا ما كانش عندي قشطه حطيت سمنه بلدي، وعليهم معلقه فلفل اسود ونقلبها كويس. اهم حاجه الرز يتقلب كويس جدا عشان يتغلف كويس بالماده الدهنيه ويطلع مفرفر وبيلمع بالشكل ده اللي هتشوفيه في اخر الفيديو. تابعي معايا الفيديو للاخر. بعد كده هنبدا نضيف الرز على اللحمه لغايه تقريبا تلتين البرام، وبس كده مش اكتر من تلتين البرام، بحيث يكون الرز مع اللحمه واصل للتلتين عشان يكون في مكان للرز يطيب كويس ويرفع لاخر البرام. انا هنا وزعت الرز تقريبا بالتساوي على البرامين حوالي تلتين البرام. بعد كده هنضيف السائل اللي انا حطيته يغلي لغايه تقريبا ما يغطي الرز ويكون اعلى من الرز بحوالي 2 سنتي تقريبا، هو بالتقريب كده يعني بيكون اعلى من الرز حوالي 2 سنتي. وهنيجي بعد كده لاهم خطوه اللي هتخلي الرز يطيب من غير ما ينشف ويبقى البرام وشه احمر وجميل، ومهما حطيتيه في الفرن مش هينشف معاكي. هحط البرام تحت الشوايه مباشره حوالي 10 دقايق لغايه ما تاخد لون احمر ونلاقي الوش اتكون. الخطوه دي مهمه جدا عشان بيكون الوش ده طبقه عازله للرز مهما قعد في الفرن ما ينشفش ابدا معاكي. بعد كده هنحطه في الفرن حوالي 40 دقيقه لغايه ما الرز يطيب معاكي ونلاقيه استوى. بعد كده هنسيب البرام يبرد شويه ونبدا نفضيه، مهم جدا نسيبه يبرد قبل ما نفضيه. بعد كده هنبدا نفضيه في حاجه واسعه. بألف هنا، الرز هيكون طيب ومفرفر وبيلمع معاكي وطعمه يجنن. تابعي بقى الصفحه ولايك وشير للبوست وقولي لي رايك في التعليقات.